أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية في رغيف مع سارة نبيل. شخصيتنا النهاردة كانوا بيغنوا لها يا بمبة كشر يا لوز مقشر، ولقبت بست الكل قبل أم كلثوم. كانت من أشهر الراقصات وأجملهم في القرن 19. كانت راقصة الملوك والسلاطين، وكانت وسيلة انتقالها للأفراح والحفلات حنطور مكتوب عليه اسمها بالذهب، ورجالة بتجري قدام الحنطور عشان يوسعوا له الطريق وهم بيغنوا يا بمبة كشر يا لوز مقشر. اتجوزت 7 مرات. شخصيتنا النهاردة هي بمبة أحمد مصطفى قشر. يلا بينا نشوف حكايتها. اتولدت بمبة قشر سنة 1860 في أسرة غنية. أبوها كان مقرئ مشهور للقرآن الكريم، وجدها لأبوها ومصطفى قشر أحد أعيان مصر، وأمها نسلها كان يعود للمماليك للسلطان المملوكي الأشرف إينال. يعني حياة بمبة قشر كانت مستقرة ماديا واجتماعيا، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. مات أبوها وهي عندها 14 سنة، فاتجوزت أمها من مقرئ الخديوي توفيق، وده زعل بمبة وإخواتها وسابوا بيت أمهم، وراحت بمبة وإخواتها سكنوا في بيت جديد في الحسين. وهناك بمبة اتعرفت على جارة ليهم تركية اسمها سلم، كانت بتشتغل رقاصة. فبدأت بمبة تقرب من سلم وتتعلم منها الرقص. ومن ناحية سلم ما قصرتش مع البنت صراحة، علمتها الرقص على أصوله، وكانت بتاخدها معاها في الحفلات والأفراح. وبدأت بمبة ترقص في الحفلات، فبدأ يعجب بيها الناس، وحبها الملوك والسلاطين، ولقبوها الناس بست الكل. واشتهرت بمبة في عالم الرقص، وبدأت تنافس شفيقة القبطية، وبدأت بمبة تغطي على شهرة شفيقة. وكانت شفيقة ساعتها مشهورة برقصها وهي شايلة الشمعدان فوق راسها، فبمبة أخذت منها الفكرة وتفوقت، وبدأت ترقص وهي شايلة صينية عليها كوبايات أو كاسات مليانة ذهب. وأصبحت بمبة هي الراقصة الرسمية للملوك والسلاطين، وبيطلبوها بالاسم. تسكت بقى بمبة وتهدى وتحمد ربنا على اللي هي فيه؟ لا، دي كانت بتتشرط عليهم إن هي وفرقتها بس اللي هيقوموا بالحفلة كلها من أولها لآخرها، ومحدش من الفنانين أو الرقصات المنافسين ليها هيشارك فيها. كانت بمبة صاحبة فكرة إنشاء حفل سنوي للرقص يتعمل في مصر كل سنة، ويحضروا كبار الأعيان والبهوات والبشوات، وكانوا بيسموا الحفلات دي بحفلات الزار. وكانت بمبة من أجمل النساء في الفترة دي، حتى كانوا بيقولوا عليها ملكة الأنوثة، وكانوا بيتمنوا لها الرضا ترضى. هتقول لي إزاي؟ صورتها يعني مش قد كده، حتى شوفي حواجبها. أقول لك أهي حواجبها دي كانت سر جمالها. إزاي يعني؟ فزورة دي ولا إيه؟ ولا فزورة ولا حاجة. شوف يا سيدي، كان مقياس الجمال ساعتها إن الحواجب تكون سميكة وملزوقة كده في بعض. حتى الستات كانت بتستعمل أدوات التجميل والكحل عشان تلزقهم في بعض. زي ما تقول كده كانت موضة ساعتها، والموضة دي كانت منتشرة في بلاد الفرس، وبعد كده انتشرت الموضة دي في مصر. بالنسبة بقى لحياتها الشخصية، زي ما قلنا اتجوزت 7 مرات. اتجوزت من الفقير ومن الغني، كانت بتنوع يعني عشان ما تزهقش. أول واحد اتجوزته كان صاحب الحمار اللي كان بيوصلها للأفراح أيام ما كانت شغالة مع سلم الرقاصة، فاتجوزته عشان توفر أجرة الحمار، لكن اتطلقت على طول. وبعدها اتجوزت من المنشد المشهور سيد الصفتي، وبعده اتجوزت من توفيق النحاس ابن شهبندر التجار، وخلفت منه حسن وخديجة، وهو الوحيد اللي خلفت منه. بعد كده اتجوزت راجل من أعيان الصعيد، وادها مهر 60 فدان، لكن برضه انفصلت عنه. واتجوزت بعد كده واحد غني قوي من أعيان القاهرة، ويقال هو اللي جاب لها الحنطور وخلاها زي البشوات. وكانت وطنية محبة لوطنها، لدرجة إن لما سعد زغلول رجع من منفاه فرشت المسك كله سجاد. وكانت محبة للفن وعاشقة للرقص، لدرجة إنها شاركت في السينما الصامتة في أواخر أيامها، زي فيلم نداء الرب سنة 1926، وفيلم ليلى سنة 1927. وكان آخر الأفلام اللي شاركت فيها فيلم بنت النيل سنة 1929. وفضلت ترقص لحد ما ماتت سنة 1930 وهي عندها 70 سنة. والسينما المصرية عملت قصة حياتها فيلم كان اسمه بمبة قشر، وقامت ببطولته نادية الجندي. واتعملت قصة حياتها مسرحية برضو من بطولة نادية لطفي وعبد المنعم مدبولي، وتقريبا دي المسرحية الوحيدة اللي عملتها نادية لطفي. وإلى اللقاء في رغيف آخر.